كيراتين على بروتين طبيعي للشعر، يخلي شعرك حرير ويلمع، للشعر المجعد والهايج يرجعه لك بحيوية، والشعر يرجع له حيويته ولمعته خيالية. ماذا بك تجربيه لبنتك، لأمك، لأختك؟ يعني وصفة جد ممتازة وسهلة وبسيطة بثلاث مكونات فقط موجودة في كل بيت. وصفة طبيعية جد ممتازة ومجربة، راح ترجع لك حرير، شعرك حرير في دقائق معدودة فقط. خليكم على فيديو. وقبل ما ندخل الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. ولي دخلت هذا الفيديو فضلا وليس امرا انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. اذا كان هذا الفيديو يهمك تبعي للاخير وتبعي المكونات، لانك راح تلقي نتيجه خياليه وممتازه جدا 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 باذن الله تعالى. اذا يلا نبدو الفيديو على بركه الله. جيبي لي بلسم او ابخي شامبوان. كما انا استعملت اليوم هواوي معروف منتوج جزائري، وثاني الفعاليه نتاعه ممتازه جدا لترطيب الشعر، وثاني رخيص الثمن، يعني صراحه رخيص. هذا المنتج تجبروه في كل بيت جزائري. اذا نجيبوا بلسم ونجيبوا صفار بيضاء. الاهميه نتاعه انه يرطب الشعر، صفار بيضاء يخدم الشعر، يرده كالحرير، يعالج التقصف، يطول، معالج من الدرجه الاولى، صفار البيض. اذا هادو زوج مكونين ضروريين في هذه الخلطه. هذا فيما يخص المرحلة الأولى. نجو المرحلة الثانية. جبت لكم هنا زريعة الكتان. كما تعرفوا زريعة الكتان ما شاء الله، زريعة الكتان شري 100 دينار جزائري من عند العشاب وجيبيها، ديريها في ماء وحركي جيدا وديريه يغلي على النار. كما راكم تلاحظوا توصل درجة الغليان. إذا البنات هنايا في هذه الخطوة ما تكثروش الماء بزاف عفوا، باش يخرج لكم الخليط مليح، يخرج لكم خليط ثقيل، يعني تحصلوا على ديك الخثوريه نتاع. خاطش كاين شي بنات ما يخرج ليهمش المزيج ثقيل، خاصكم ما تكثروش الماء، هذه هي النصيحه. اذا هنا نجيب مصفات ونصفي الهلام نتاعي. تقدروا هذيك الزريعه اللي تقعد ديروها ماسك لليدين، وماسك كيما هذيك الزريعه حطيها ماسك على الوجه، راح تنفعك، تعطيك ترطيب وتعطيك واحد النضاره نتاع البشره. جيبوا لي مايزينا او نشا، ملعقه او ملعقتين، ونخلطوا على المزيج نتاع زريعه الكتان. نخلطه مليح مليح، ومن بعد نديره على نار هادئه، حوالي نديروا على نار هادئه جدا حتى يغلي، ونقلعه من النار. ومن بعد نتحصل عليه هلام ثقيل كريمي، هو اللي تبني عليه الكيراتين الطبيعي اللي راح يعطيك حريري للشعر بلا ما تستعملي السيشوار. بصح اذا استعملتي وراه ثاني السيشوار راح شعرك تقولي مشيتي للحفافه ولا مشيتي للحلاقه. يعني استعملوه لبناتكم الصغار، استعملوه لامهاتكم، جد جد ممتاز هذا الماسك، صدقوني البنات. اذا كما شفتوا نديره على نار هادئه، ومن بعد نقلعه ونبني عليه الماسك تاع الكيراتين. صفار بيضاء كما لاحظتوا، والبلسم. هنا البلسم تاع هواوي المعروف، ونخلط. البنات هاد المرحله لازم لا تزيدوا زيت زيتون، انا ما كاش عندي زيت زيتون، اسمحوا لي البنات، وكاش عندي زيت زيتون. اذا كان عندكم زيت زيتون ضيفوا الزيت زيتون، هو اللي راح تاني يلعب دور مهم جدا جدا للشعره، راح يخليهاش تهيج، يعطي حرير، ملمس رائع جدا جدا. ونخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض، نطبقها على الشعر كما تطبقوا الصباغه. البنات ما تكتروش الشعر وما تكتروش وما تقربوش لجذور الشعر، لانكم اذا قربتي جذور الشعر راح تبلعي المسام اللي يتنفس منه الراس. ماذا بيا البنات هذه المرحله تكون مهمه جدا، من اطراف الشعر وطلعي، وما تقربيش جذره الشعر. هذه هي النصيحه اللي نقدمها لكم. وديريه بالسوليفان او ديريه بكيس بلاستيكي وتخليه حوالي ساعه. وكي تقلعيه قبل ما تغسلي ديري عليه السيشوار، حميه شويه، حميه بالسيشوار جيدا. من بعد غسلي شعرك وتقدي تنشفيه، تقدي ما تنشفيه راح تلاحظي الفرق جد مهم. راح تلاحظي انه شعرك راح يلمع وحده، يكون حريري وحده، ملمس جد مهم. صدقوني البنات هذه الوصفه جد ممتازه، لازم تجربوها، لازم تجربوها قبل العيد وفي ايامنا اللي جايه ان شاء الله، خاصه فصل الصيف قادم باذن الله تعالى، باش يكون خطره السيشوار. كل ما تدخلي للدوش استعملي هذه الوصفه مرتين في الاسبوع، راح تلاحظي فرق جد ممتاز ما شاء الله. بعد جيبي الفرشاه نتاع الشعر. كما راكم تلاحظوا انا هذه كاع ما تخطانيش، ندير بها الصبغات الطبيعيه وندير بها الماسكات نتاع الشعر، جد ممتازه. هنايا البنات استعملي الطريقه كما قلت لكم ونعاودها لكم، سمحوا لي اني نكرر لكم، انك ديري كما تصبغي الشعر. يعني جيبي خصله وديري الماسك،
خصله وديري الماسك. اذا جد ممتازه هذه الوصفه. البنات اذا ما كانش عندكم زيت زيتون تقدروا ديروا زبده لابيل اذا كانت عندكم في المنزل، ضيفوها لهذه الوصفه. صاي اذا كانش عندك زيت زيتون استبدليها بالزبده، اي زبده. وصلت معكم لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. جربوا الوصفه وردوا عليا ان شاء الله، راح تستمتعوا بها وراح تشكروني باذن الله تعالى. ووصفه طبيعيه ما راحش تضركم كامل. بزاف البنات اللي يخافوا من البروتين والكيراتين يكون فيه مواد كيماويه، وصفه طبيعيه ممتازه للمحبين الوصفات الطبيعيه. ماذا بيا البنات تجربوا الوصفات الطبيعيه وتخلوكم من هذه الوصفات اللي فيها وصفات كيماويه، وتبعدوا عن الوصفات الكيماويه مثل الصبغات مثل البروتين كيراتين هاد الامور، واستبدلوها بالامور الطبيعيه. راح تستمتعوا بها وتلقوا نتيجه عليها باذن الله. راح الشعر تاعكم يطول يقوى يعطي لمعه، يعني يتحسن. جميع اللي يكون يعاني من تقصفات الشعر ويعاني من سقوط الشعر ويعاني من صلع الشعر والقشره، كل شيء راح تتهنوا بهذه الوصفات الطبيعيه. انتظروني في وصفه طبيعيه صبغه للشعر باللون البني ان شاء الله بعد هذا الفيديو. ما تكثروا لي جام واشتركوا في القناه واشتركوا مع صحباتكم.